محتفلين انه مسكتوا امجد يوسف وعندك 100,000 امجد يوسف حر طليق. ما في عدالة بالعالم بتعتقل امجد يوسف وبتترك اللي قتلوا الناس بمجازر الساحل احرار طلقاء وموظفين بالدولة. مو عدل ابدا انك تعتقل مجرم ارتكب مجازر وتترك معلمه ورئيسه فادي صقر عم يسرح ويمرح. هي اسمها عدالة انتقائية. مو عدل ابدا ولا عدالة انك تحاسب امجد يوسف واللي قتل أهل السويداء تحطه محافظ اللي في دمشق. مو عدالة أبدا أنك تعتقل أمجد يوسف وما تحاسب اللي قتل على الهوية بس لأنه الضحايا علويين. أمجد يوسف مجرم قتل بدافع الثأر لأن أخوه قتلوه مقاتلين أجانب بريف اللاذقية، كان مستأجرون القطري ليجيبوا لنا ديمقراطية. بس المجرمين اللي قتلوا العلويين بالساحل السوري قتلوهم فقط لأنهم علويين. هدول ليش ما حاسبتون؟ المجرمين اللي قتلوا أهل السويداء قتلوهم بدوافع طائفية وكلكم شفتوا هذا الحكي. ليش ما اعتقلتون؟ في فيديو لأمجد يوسف إنه مجرم وعم يقتل مدنيين، في 1000 فيديو لمجرمين من عندكم عم يقتلوا مدنيين وعم يتفاخروا بالقتل والذبح. ليش ما حاسبتون؟ لأنه العدالة عندكم انتقائية، بتحاسبوا عنصر عند فادي صقر وفادي صقر بقصوركم معزز مكرم. نحن مع العدالة الانتقالية ولسنا مع العدالة الانتقامية الانتقائية. يتبع